ها نحن معكم نستكمل حديثنا عن أكتوبر، النصر والإرادة. أكتوبر تلك الملحمة وتلك الانتصارات في شهر الانتصارات، شهر العزة والكرامة، في اليوبيل الذهبي لاحتفالات أكتوبر. الكثير من المقولات المأثورة عن الجند المصري أبرزها عندما تحدث المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا منها جندا فإنهم خير أجناد الأرض. لماذا يا رسول الله؟ لأنهم في رباط وأهليهم إلى يوم القيامة. كلمة الرباط بين الجند سواء كان بمسلم أو مسيحي أو غيره، هذه جزئية ربما يجدها البعض مفخرة وشيء عظيم، لكن في كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم في رباط وأهليهم، أن اللحمة الوطنية وأن الشعب مع الجيش فيه الكثير من الرباط إلى يوم القيامة. المقولات الكثيرة منها ما ينسب إلى هتلر عندما قال أعطوني جندي مصري وسلاح ألماني أو دبابة ألمانية وسلاح روسي أغزو العالم. إذا هو استخدم روح الجندي المصري المقاتل. مارشال فونيه كان يعني متواجدا في الحرب في المكسيك تحديدا، وهو مارشال فرنسي كان قد استعان ببعض الجنود المصريين في مرحلة ما في منذ أكثر من 100 عام، وقال تحديدا بأن ما واجهته وما علمته من شجاعة الجند المصري ليس له مثيل على مستوى العالم. كلود بي أيضا ذكر شجاعة الجند المصري، والكثير من الصحف الجارديان وبرافادا وغيرها من الصحافة العالمية ذكرت شجاعة وبسالة الجندي المصري، وهو مذكور وما أقول لحضراتكم مذكور في كتابي عن أكتوبر، وتحديدا عندما أذكر أن الإعجاز العسكري والإنجاز التنموي في بسالة الجيش المصري تحديدا. هذا الكتاب الذي ربما يتواجد إن شاء الله بين أيديكم خلال أيام معدودة. الجيش المصري والجند المصري هم خير أجناد الأرض، وهم القوة الضاربة للدفاع عن الوطن وحماية مقدراته وأراضيه. الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري ذكر أيضا بأن الجندي المصري يعني له كل التقدير والاحترام، وأن الجيش المصري هو ملحمة وطنية، وأن حكاية الجندي المصري وبسالته مضرب الأمثال. ويكفي أن الرئيس السادات في كلمته المشهورة بعد حرب أو أثناء حرب أكتوبر، وتحديدا في 16 من أكتوبر في تحت قبة برلمان مجلس الشعب، قال تحديدا بأنه سوف يجيء اليوم الذي يجلس فيه كل واحد منكم أو منا ليقص ويروي ماذا فعل في موقعه، وكيف حمل أمانته وأدى دوره، وكيف خرج الأبطال من ذلك الشعب ليضيئوا لأمتهم مرحلة بين اليأس والرجاء. ونحن ننتقل بين اليأس والرجاء متسلحين بذلك الجندي الباسل الذي يعني كان مصدر الفخار في حرب أكتوبر، ونستمع إلى قصصهم وحكاياتهم وأسرارهم، وربما تتواجد جزء منها في كتابه الذي يصدر خلال أيام.